الأم بتقول إيه اللي ممكن أعمله مع ابني في البيت عشان أحسن من كلامه مع جلسات المركز. طيب مبدئيا كده لازم عشان الكلام يطلع ويبقى فيه سياق لغوي مع تدريبات المركز، لازم في بعض التوصيات مهمة جدا، ومنها نقلل ان الطفل يمسك التليفون وان هو يبعد عن الشاشات وما تتكلميش مكانه على طول. بمعنى ايه؟ ان انا استنى ثانيتين او 3 ثواني يمكن يحاول. لازم من غير ضغط، يعني ما اقولوش قول قول، وفي نفس الوقت برضو من غير توتر. واي محاولة كلام منه لازم يبقى فيها تشجيع وتعزيز له. والشيء المهم جدا هو الاستمرار مهم جدا. اول حاجة انك تتكلمي معاه ببطء ووضوح. فمثلا ما اقولش هات الكورة بسرعة، اقول له هات الكورة. لا، قولي هات الكورة. كلمتين، اسم او فعل، او فعل او اسم وصفة، ويكونوا واضحين. يكونوا كلمات مفردة او جمل بسيطة جدا من كلمتين او 3، ويكونوا مناسبين لسنه. ولو قال كلمة غلط اكررها في وقتها واقولها بشكل صحيح، طبعا من غير انك تطلبي منه بضغط او غصب عنه. المهم جدا التوظيف والتعميم. بمعنى ايه؟ انا النهارده خدت جلسه، روحت البيت هركز على حاجات معينه يكون هو متحسن فيها بس اوظفها. بمعنى ايه؟ اخد النهارده مثلا تفاحه، يبقى لازم اوظف كلمه تفاحه ان تفاحه حمراء او تفاحه صفراء او تفاحه خضراء. اخد مثلا كلمه افتح، يبقى افتح الباب، افتح التلفزيون، افتح النور. ممكن انا بقى في البيت بقى مع ابني او بنتي ان انا اشتغل معاه ده في صوره توظيف زي ما قلنا او تعميم، بس في صوره لعب. يعني ما اجيبش برده كروته زي ما هو في المركز واحطه على الترابيزه واقعده الترابيزه واقعد على الكرسي. لا، اشتغل مع ابني او مع بنتي في صوره لعب. يعني اجيب الكروته او اجيب الحاجات اللي هوظفها او الاشياء اللي هوظفها واحطها على الارض وافرشها واقعد انا وهو في صوره لعب، بحيث ان هو ايه، ما يزهقش منك. طيب لما اشتغل تعميم او توظيف لازم اركز قوي على حته الفهم، بجانب ان هو يقول. لان اللغه مش كلام بس، واغلب الامهات فاهمين ان اللغه كلام. لا، هي اللغه كلام وفهم، و60 70% اكتر هي فهم. ليه؟ لان الطفل لما يفهم هيتكلم. الشيء المهم برضو انك انتوا في البيت لازم تطلبي منه. اديله اوامر كتير، اديله اوامر بسيطه، وبعدين اعلي بالمستوى شويه واديله اوامر مركبه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هو مثلا وقت الاكل هقول له مثلا ايه، هات، خد، كل، اشرب، حط، شيل. الحاجات اللي هي ايه، اللي مرتبطه مثلا بوقت الاكل. طب وقت الحمام اقول له مثلا افتح، اقفل، اغسل، ميه، صابونه، وش